دلوقتي جايلكم بشجرة خطرة للغاية، بالشجرة اللي هي قدامكم دي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم النهاردة بفيديو جديد عن الشجر اللي هي الشجرة اللي قدامكم دي، اسمها شجرة خروع. شجرة خروع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا دي وهي لسه صغيرة، وهي لسه الشجرة صغيرة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. ده شكل الشجرة وهو صغير. دلوقتي مش هينفع احكي لكم حاجة عليها، خليها بعد 4 شهور ولا 3 شهور بعد كبرها واحكي لكم التفاصيل. استنوا مني الفيديو. طبعا هنا بعد مرور 3 شهور بالظبط اصبحت معانا الشجرة بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا دي الشجرة دي مخطرة، خطيرة للغاية. زي ما انتم شايفين هنا، بص رمت حاجات. الشجرة دي بالشكل اللي انتم شايفينه ده فيها مش عارف حاجة عاملة زي الشوك بشكل اللي انتم شايفينه ده. اسمها شجرة خروع. طبعا النبات ده فيه، هي مضرة ان هي بتاخد مكانها، انما هي تستفيد منها، انما ده فيه علاج. الخروع ده فيه علاج بشكل زي اللي انتوا شايفينه ده. طبعا الشجرة دي لو سبتها ممكن تطلع، تفضل تفرع لحد ما تروح فوق خالص بشكل زي ما انتوا شايفين. بنبدأ احنا نعمل لها ايه؟ ولو انت قطعتها برضو حرام. بدينا احنا نعمل لها ايه؟ بنبدأ احنا اننا نقصفها. مثلا فرع زي ده نبدأ نكسره، ونسيب مثلا فرع فيها واحد بس بدل ما هي مغولة بالشكل اللي انت شايفينه ده. ودي شجرة برضو حلوة، يعني الناس كلها بتستفيد منها. الشجرة اللي انت شايفينها دي، بص انت مطلع ايه ده بعد ما ينشف مشكلة. الشجرة اللي انت شايفها بعد ما ينشف مشكلة بشكل طبيعي زي ما انت شايف. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا إعادة نشر عشان يوصلكوا كل جديد، وتفعل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.